بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 12 من دروس شرح المختصر الفقهي لسيدي خليل. مسفامة مثلا درسني عدان نديوث السمانة أذيلي الدرس في شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. الدرس وايض أذيلي في شرح سيدي خليل يسين كتابيناكي ذي العوانصر إم قرانا انتموسني ذي الشرعيث نغديون سميس الرسالة فافيس ابن أبي زيد القيرواني. خدمت التريني عدان أسا شرح المختصر الفقهي لسيدي خليل. نيون دايث مثلا سيدي خليل يتوسن مليح، أما يثمنا طاقين القبايل يتوسن ذي زيكاك خاصة نفادي مغارل أشيني أن نروح لسيدي خليل. شرع سيدي خليل يعني يقصد المختصر الفقهي. ما مخالف نسين أسيني أن نروح لسيدي خليل. المعنى سيدي خليل ذي الشرع يخدم كتاف سكيت كتاف مختصر، أي اسمه المختصر العلامة خليل. معناتها يغرى القرآن أكد السنة النبي صلى الله عليه وسلم يفكي غد المختصر المعتصر. أما كن هني غايث مثلا باش كيفكيونا كاجون تشينا أكيف كان جو عصير. لذلك ودي في غرا المعتصر المختصر سهالة. ليس بالأمر الهين أن يختصر الإنسان آلاف المسائل، أكثر من 200,000 مسألة مختصرة واردة في هذا الكتاب القيم، في هذا الديوان، ديوان الشيخ خليل رحمه الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يناد: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين ميبغى ربي الخير أسيف كالفقه ذي الدين. والفقه أعمق من العلم لأن العلم يتعلق بكثرة الرواية، والفقه يتعلق بعمق الدراية. الفقه هو الفهم، وقد قال ربنا في القرآن: ففهمناها سليمان. قبيليث يزمر بنادم هذه يسعو يعني ثمسني المعلومات. أما كنا ذي سعودي فلاش ديس كنا غنتي سعود بسيدينا وانتي في مارا صافي ثلا وين يسعان المعلومات يغرا ثنتو ثنتي في مارا إلا وين ثنتي فهمن ونكون قارص قبايلي تفكيد الفهم ولا موري غري ورا. أعطيني الفهم لا لا قرا. السؤال: هل ترى وين يسعان ديبلوم المعنى يفهم؟ قرا كنت جربن سون كومونتير. الكواغل توقثن الكواغل ديبلوم توقثن ثورة اللوزينات سي ماشينين سوف غنتدري الدبلوم وتقصد غير كل انسان ديبلوم وري فيه ما حاشا، ولكن تسيدت ساقلغ ذي الحيف فين تعيشي ذي الحيفه زرا شو تقرا وتفهمي شو غادي يدير انه يمزوق من برا وشحال لك من داخل. سفلا يشبح يرقم داخل مثل دير يركع. لذلك يمكن دينا غيتمثل هنو غالغ العناصر في قديمين وقاد يحضرن اثن السلال وقاد نحضر راسك يحضرن هذا السلال. اي نولا كتابين قديمين غل العناصر قديما. الموطا الامام مالك، الرسالة ابن ابي زيد القيرواني، متن ابن عاشر، المختصر الفقهي للشيخ خليل سيدي خليل، ذي اللغة تاج الرمث الأجرومية،
الألفية يكون الأصول. وقد قال أحد العلماء: لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. كل شيء ولا لما الأصل. أية مثلا السيد الدرس 12 ذي الشرح نسيدي خليل، العنوان المسح على الخفين الجزء الثاني، المسح على الخفين الجزء الثاني. الدرس نعدان نغرى دك بعض الفقرات من هذا الفصل، فصل في مسح الخف أو المسح على الخفين. الساقي نكمل الجزء الثاني، تيني عندنا الجزء الأول سي الجزء الثاني. أدنيني أدلة المشروعية. أدلة المشروعية الإمام الشيخ خليل وردها متنا، ولكن الأحاديث صحيحة وردت في كتاب الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك في موطأ عالم المدينة إمام دار الهجرة الإمام مالك، وكذلك في كتاب في سنن أبي داود، وفي سنن ابن ماجه وغيرهم. معناه بلغت كما يقول العلماء هذه الأحاديث درجة التواتر المعنوي. خطر التواتر صنفان: إلى التواتر اللفظي إلى التواتر المعنوي. التواتر اللفظي التفضيل الحديث التصيث ديروان سيول بوال بنفس المباني، بالمباني نفسها، بنفس الألفاظ، بالألفاظ نفسها. مثلا من كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر بلغ أقصى درجة الصحة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني دي قال النبي عليه الصلاة والسلام وين دي السيد في اللي يعمد هذه السيد في النبي عليه الصلاة والسلام يعمد إن يسمى كنيس دي جهنم والعياذ بالله. الحديث كتفض متواتر، تواتر لفظي يبض درجة الصحة ثم قرانت. يلا، وكلمة التواتر تفيد القطع واليقين. تواتر القرآن الكريم ورد إلينا بالتواتر الذي يفيد القطع واليقين، رغم أننا لم نكن حاضرين يوم تنزل القرآن الكريم. لو حضر ندي ولم ينزل ربي سبحانه ولا شو حضر ندينا، ولكن بالضرورنا بالتواتر. إن ثيد انزهد ربي سبحانه كي جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أم بعد نتا يصحفظيث الصحابة صحفظون التابعين ويصحفظيث اللي مدبرت مع عمرين يبض الجوامع الصغرنت الشياخ هثنا رسا هثنا هريفاس النغم متواتر. أكن تغرض في زيوزو تغرض ذي مكان ذي المدينة في كل مكان في العالم. القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول إلينا بالتواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين. لا إلى التواتر المعنوي، لانت الأحاديث أمثل قال المسح على الخفين يعني تواترها تواتر معنوي. لا أطيل. يونس سقسان الصحابة يونس صحابي سقسا السيدة عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين. ثورة كمثلا ذي الشتوى التفضيون مثلا يغلظوا نورمال، من بعد يلسى الخفين نغ يلسى جوارب مجلدة كما يقول صاحب المتن. نغ يخدم تقاشر أمشي نجمة خلاص يسعى 24 ليل ونهار يوم بليله، مادام ذاك قلا إذا شو قوارن ذي اللوظو ما نقدر نتوضاو ذي الشتوى ذي ضارن أشيني توضا لطهور الس تقاشرينك أبري مدي وض العصر مسح كان سفلة مسح الجوربين، وهذا سأذكره بعد حين. النغ مونيس عن الخفين ذلك أحسن. يلا ثوض المغرب كيف وستوعر ضارا خاطر كيتصور السمير إقوارن دي ضارن من تسيردو سورتو قاديس دان دكوزيرا كادني غتقلتني عدان دكوزيرا يقوار الحال ثوريث مذيلين ولا ومن يحماني لا تاوي دكوزيرا يقوار الحال سورتو ذي غلوظ ذي برا هذه السير كلش السهاله 100 ضرنيس
هذه ترقيقي خاطر راس السميض ان شاء الله غادي يفكر ربي الهواء، غادي يفكر ربي الفلاون، غادي يفكر ربي الخير. ستيو فافور رخصه تبوظ العشاء كيف كيف، من بعد ما تصدي السن وتكس دارا المام يزكى الفجر كيف كيف، مي الفجر وزكى مي ديال الطهور يعيوضك سيثن خاطر اقلاك مقيم. لماذا مسافر؟ الرخصه تتسع، ساعة 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها، 3 جور. إذا مسافر وتكسر كانت قشرينك مسح على الجوارب وتسوى ذرب، صلاتك صحيحة والله يبان، بشرط طبعا أثني يلس في الوضوء، ولكن طهارة كاملة مائية وليست طهارة ترابية، ماشي التيمم يتيمم من بعد يلس قشر، لا، إذا قادر يغلظ هكذا. لذلك اسمي فاضل اسمي سقسان صحابي يسقسا سيدة عائشة في المسح الخفين اشو استنى؟ ثنى ياس عليك بأبي طالب، روح علي بن أبي طالب أيغر فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روح سقسي علي بن أبي طالب خاطر سيد سفر يدس، فسألناه فقال اشو سينا؟ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا لفظ راكي المقيم في كاسي ونواس 24 ساعة من الوقت للوقت، ميل ذا مسافر 3 أيام بلياليها. اكتفي بهذا بالنسبة لهذه النقطة. وعند المالكية بالمناسبة في مسألة فقهية خلافية، عند المالكية لا حد للمسح على الخفين، والمذهب المالكي هو أوسع المذاهب في هذا الأمر. وثي كذا كيس مثلا ستيو فافور رخصة في كتيد الشرع، وين يبغى لا تسيوي تسيوي، وين يبغى لا تعين ربي، إذا غلغاشي مخالفا بالك مثلا كاين يظهر نزمي غاتنسير اخويا هذا هو الرخصه، بالك مثلا كاين خاطئ ام كل وقت ما يعاود الوضوء السير غير ظهرني كومبلي نورمال ادخل الوضوء كومبلي عادي، شنو يجوز شنو يجوز. والحديث يناد ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ثورة نروح شروط المسح على الخفين. ألف شروط الممسوح أن يكون الخف من جلد، وإذا كان جوربا من قطن أو كتان يشترط أن يكس بالجلد، وقع عند بعض العلماء. وصاحب المتن يناد مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، ولكن يجوز المسح على الجوربين عند العلماء الآخرين. هناك رأي فقهي آخر معتمد يسعى القياس ديال الشرعية ديال الفقه الإسلامي، يجوز باش تمسحض في القاشير يعني في الجوارب. طيب لذلك يكون الباب ذا مشطوح ذي أصول المذهب المالكي اسمه مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف شوفوا سيأتي البيان في الوقت المناسب. الشرط والسين أن يكون طاهرا، تقاشرني الجلد ديالي طاهر. الشرط الثالثة أن يكون ساترا لمحل الفرض، إلى قد قاشرني الخفني هذه هما محل الفرض. ربما راكم تشوفوا في بعض المساجد هكذا يديروا ملاحظة مثلا خاصة في الصيف. لذلك حتى في الشتاء حنا كي تكلمنا على الشرط نتاع الطهارة، الواحد يشوف روحه سيكا باركا حالة بحالة، يقول ما إلا تقاشريس سمحتي وزدي ثرى ساكن بالريحة يجير الريحة ثاني ساكني بالك صباط الخسن من بعد دفع الريحة ذيريت صافي يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، صافي يأذيهم. اما كلمه نوض اسمي صاف فينا يتشنا كنلفصل غادي في الشارع تدي روح الجامع ادناوي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يولق يراعي هذه المساله نتاع التسدي طهاره وكذلك عدم الاذى. الشرط الثالث ان يكون ساترا لمحل الفرض، يعني الى قال لي يغوم نكون ما يغيون الوضوء هذه الوضوء ضاريس كويس السير هذه من الكعبين اثني السير كذلك إلى الخوف نغ الجواربي أذغم من يكو أين السيريذ مرنغ اللوضو با أنا هضر بالنسبة للجوارب اللي بغى الدليل يعني يرجع
إلى حديث أخرجه الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه والإمام النسائي، يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. هذا هو الدليل الذي اعتمده غيرنا من غير المالكية في إباحة المسح على الجوربين. وقد اعتمد هذا الحديث ابن عمر مثل عمر بن الخطاب، وكذلك الإمام إبراهيم النخعي، وكذلك الإمام عطاء وغيرهم. شروط الماسح هناك شرطان. الشرط مزوال أن يلبس الخف نغ الجورب على طهارة كاملة كبرى وصغرى، معنى قتل الصد قشر نغ الخف في تزدي ثوض الوضوء هكا ثوض الوضوء تلصد. الشرط والسين أن تكون الطهارة مائية لا ترابية. نغد اللوظ يثوض ماشي التيمم، خاطر الدرس واحد ان شاء الله غاد نهضر في التيمم، ماشي تخمم التيمم اساس قاشر السنتور ميدو الظالي في النظام هذا اللوظ هذا صدرا هذا مسحه خاطئ الى قصير طهاره ترابيه، طهاره مائيه لا ترابيه. وهذا الكلام لخصه سيدي خليل بقوله بطهاره ماء كملت. ثلاثه مسلاين بطهاره ماء كملت هكذا ثلاثه مسلاين نقصد كلش. ثورة اخيرا هذا المسلاي في الشروط يعني في صفه المسح يكون المسح من الجهه العليا كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كي كان علي بن ابي طالب قال لو كان الدين بالراي، لو كان الدين بالراي ثليون اسفل الخف اولى من او اسفل القدم اولى من ظاهره، ولكن ما دام ثبت في حديث علي بن ابي طالب يقول لك رايت، اذا والاصل في العباده الاتباع. والسلام عليكم ورحمه الله.